ان شاء الله الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديده وروتين جديد غادي نشارك معكم هذا النهار هذا. شنو غادي ندير فيه؟ صراحه غادي نبدا ان شاء الله في التحضيرات ديال رمضان. غادي نصاوب معكم اليوم ان شاء الله واحد المركز ديال الليمون الحامض، وغادي نصاوب حتى المركز ديال الليمون بوحديته. المهم الناس يعني صراحه انا ما كيكونوش عندي شي تحضيرات اللي كثيره من غير العصير وسلو اللي ديجا وجدته، وصراحه ما شاركتوش معكم لانني كنت مشغوله وهذا ما كانش عندي الوقت باش غادي نصوره. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله بريوات، وغادي نصاوب حتى واحد البقلاوه التركيه ان شاء الله غادي نشاركها معكم. صافي يعني البنات هادو هما التحضيرات اللي عندي، وكنصاوب لاصوص ديال البيتزا اللي هي غادي نشاركها معكم. صافي يعني كل نهار وسقو شي نهار كترشق ليا كاع لبسيطيلات ديال الحوت ولا ديال الدجاج ولا المهم يعني كنصاوب واحد لاكونتيتي كبيره. ديك الساعه يعني داك النهار كنصاوب وكنستهلك شويه وشي الاخر كنديرو في الفريكو. كذلك لاباط ديال البيتزا ملي كنبغي نصايب البيتزا كنصايب واحد الكونتيتي شويه كبيره. شويه كنستعمل شويه وشي الاخر كنديرو في الفريكو. يعني ماشي كنديرش تحضيرات قبل. التحضيرات اللي كندير قبل هما هاد العصير العواصر وهذا يعني ولا صوص ديال الطوماط وشويه البريوات. ومهم يعني داكشي الشباكيه ما كنديرهاش. المهم صافي الناس اي حاجه راني درتها ان شاء الله في التحضيرات ديال رمضان اكيد غادي نشاركها معكم. المهم البنات كيف ما شفتوا هذا هو فطوري. كتعجبني صراحه الزبده البلديه والباريزيان اللي ديجا هكا سخنته. صافي دابا غادي ندوز نفطر، وضروري خاصني نشد هكا التليفون ونبقى نتفرج عاد نوض نقضي شغالاتي. المهم البنات خليكم معايا، اللي درت هادنا غادي نشاركها معكم. غادي نحيد عليه هاد الفران لانه توسخ بزاف. عرفتوا البنات هذه دائما ولدي كيجرها، وسبحان الله عز عليا هاد الوسطانيه هادو ما كيقيسهمش، كيقيس غير هذه ديما محيده. المهم البنات ما نطولش عليكم، غادي ننظف الفران. غادي نضرب عليه واحد الغسله وبواحد الحكه فاعله هكا. كنغسلو هذا ديال البيم، هذا ديال البوطه، انا كندير نغسل بيه حتى الفران. الصراحه زوين هذا هو وداك الزرق راهم زوينين. المهم دابا البنات غادي ندوز غادي نحكو وغادي نغسلو وغادي نفركو بهذا البرودوي هذا. وغادي نحيد هاد الدجاج حيت حنايا عندي جوج ديال الدجاجات غنحيدها لي حتى هي. المهم غادي نغسلو مزيان وغادي نحكو. هذه كيف ما قلت لكم غادي نحيدها وغادي نمسحها. وخليكم معايا ندير لكم شويه ديال الحماس. غادي نغسل حتى هذا الشرجم لانه توسخ تغبر وهذا، واخا كنمسحو ولكن دابا خاصني نخوي عليه الماء وهذا. وغادي ندوز بهذا البوطاج واحد شويه نمسح القريعات وداكشي. واخا راه يوميا كنمسحو هذا ولكن ماشي داك المسيح ماشي دابا بغيت نحك هاد الحيوطه هادو ديال الكوزينه. كيف ما قلت لكم حنا راه يوميا كنمسحو يوميا هكا كنمسحو هذا، ولكن ماشي داك المسيح ديال هكا غادي تحكي الحيوطه. القريعات راني ديجا يعني حتى هما يوميا كندوز عليهم. ولكن المهم اليوم ان شاء الله غادي المهم بدات ندير فيكم شويه ديال الحماس نوضوا الكوزينه. يلا الناس خليكم معايا.
ديال البوطه باش بلا ما نبقاو نحملو عليهم. كنخوي عليهم غير شويه ديال داك ديال الاواني، وكنخوي عليهم شويه ديال جافيل، وكنزيد عليهم شويه ديال الماء. وصافي البنات كنخليهم هنا مرقدين حتى كنسالي وكنجي نحكهم. بغيت نوريكم هنايا هاد المناشف هادو اللي كنستعمل، راهم صراحه البنات زوينين. كنستعملهم هكا كينشفوا مزيان، كيكونوا فيهم 3. وكنقسمهم، يعني دائما كنقسمهم هكا كيجوني ساهلين. هذا كيشوى بوسط صافي غادي نحيدو، غادي نزيد واحد جديد. كيكونوا فيهم 3 بياس كيف ما قلت لكم، كيديروا 20 درهم، كيكونوا جوج بحال. وهذا شوف اللون ديالو شحال زوين. هادو زوينين البنات، كيجيبوهم مره مرتين. كما كيجيبوهم كناخذهم كنديرهم هكا، يعني غير التنشاف. صراحه زوينين هادو. غادي نشارك معكم اخواتاتي هنايا واحد المركز ديال الحامض والليمون اللي غادي نستافد به في المجمد. غنحتاج هنا كيلو ديال الليمون وكيلو ديال الحامض اللي ديجا هكا غسلته مزيان. غادي ندوزها الحامض والليمون في هذه الحكاكه، هذه حكاكه رقيقه اللي غادي نحك غير القشره ديال الحامض وديال الليمون. نحاول بالنسبه للحامض انني ما نديرش ديك القشره البيضاء لانها كتعطي المروره للعصير ديال العصير، يعني كتستمروا. المهم يعني نحاول ما نحكهاش. المهم صافي غادي نحك حتى هاد الحامض والليمون في هاد الحكاكه الرقيقه ونرجع لكم.
بعد ما حكيت الحامض والليمون القشره ديالهم كيف ما شفتوا معايا، غادي نضيف لهم هنايا سكر سنيده اللي ما غاديش نضيف الكيلو كامل. غادي نشيط منه واحد شويه، غير باش ما يجينيش هكا حلو بزاف. صافي، وغادي نخلط هادشي مزيان باش تدخل لي ديك السنيده في ديك القشره ديال الحامض وديال الليمون. وكيف ما شفتوا معايا راني عصرت الليمون والحامض، غادي نضيفهم عليهم وغادي نحرك العناصر مزيان، نحركهم وندخلهم للثلاجة. وكل شويه نجبد هاد العصير ديالي، هاد المركز ديالي نجبدو من الثلاجة ونحركو 4 المرات حتى ل5 المرات، باش هكا ديك السنيده اللي ما تبقاش يعني تذوب، يعني ما تبقاش هكا هابطه لتحت. صافي. هو خاصو يبقى 24 ساعه. المهم انا غادي نديرو اليوم، يعني كيف ما شفتوا غنديرو دابا راه الليل، غادي نديرو في الثلاجة وغدا في الصباح ان شاء الله نجبدو هكا باش نكملو معاكم. المهم نتوما البنات، من الاحسن ديروا ليله كامله اولا ديروه في الصباح وحتى العشيه ويعني وكملوا. المهم ديال الطريقه البنات، طريقه سهله وصراحه كتسهل علينا هكا بالنسبه لرمضان. كتسهل علينا بزاف، يعني راكم عارفين بالنسبه لليمون والحامض كيغلاو في رمضان. اللهم دابا راهم ناقصين في الثمن، بالاخص الليمون يعني راه ناقص في الثمن. هكا يعني ناخذوه ونديروا ليه الطريقه ونحتفظوا به في رمضان، كيجينا هكا ساهل يعني باش نستعملوه. بعد ما دازت ليله كامله في الثلاجه، خليت فيها هذا المركز هذا. دابا غادي نجبدو كيف ما شفتوا معايا وغادي نطحنو. غادي نطحنو بهاد الآلة، تقدروا تطحنوها غير في الآلة ديال العصير. المهم غادي نطحنو كاملو وغادي نصفيه يعني ندوزو في الصفايه باش تحيد لي ديك القشره ديال الحامض ديال الليمون. ومن لوحاش البنات نحتفظ بها في المجمد هكا، يعني نحتاجها الا بغيت نكه بها الكيك او الصابلي، يعني من لوحاش نحتفظ بها في المجمد. كيفاش غادي نحتفظ بهذا العصير هذا؟ دابا كل كاس نعمر لكم. كل كاس بهذا قياس كاس ديال العنبه. كل كاس من هذا كيدير لينا ايطرو ديال العصير، كتزيدوا عليه اللي فخوي اللي بغيتو ولا تخليو غير هكاك اللي بغيتو. المهم انا غادي ندير يعني شوف نتوما، يعني كنتو غاديروا غادي ديروا مثلا جوج ايطرو ديال العصير، غديروا جوج كيسان ديال هذا يعني باش تحتفظوا بهم في المجمد. المهم انا غادي ندير قياس ديال غادي ندير قياس ديال الاطرونس، يعني كل بلاستيك غادي ندير كاسونس ديال هذا المركز هذا. شتي صافي، وغادي نحتفظ به بحال هكا في المجمد. ووقت ما بغيتو كنجبدو. كانت اخواتاتي هذا هو الروتين ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوا هذا المركز ديال الليمون والحامض
ونكون درت فيكم هكا شويه د الحماس. المهم البنات كنت نخليكم دابا ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش كيف ديما تخليوا لي اللايك ديالكم. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره يشوفوا قناه، كنقول لك اختي اكيد الا عجبتك القناه ما تنسيش انك تشتركي عندي وفعلي الجرس. يلا بسلام عليكم.